جاء الإعلام اليوم ليقول لنا أن فلسطين ليست قضيتنا. أنا كيمني ماذا تعنيني فلسطين؟ وماذا قدمت لي فلسطين؟ لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بتحرير فلسطين، أوصاهم بتحرير بيت المقدس. كم أننا بحاجة إلى هؤلاء. أحبتي، هم يريدون أن يحذفوا سورة الإسراء، ولكن هيهات 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 هيهات. وحتى تعلموا أحبتي أن تحرير فلسطين ليس واجبا شرعيا على أهل فلسطين فقط، وإنما على كل مسلم. أنا كيمني ماذا تعنيني فلسطين؟ لأنه علم أن المسلم لا يعترف بجنسية، وأن المسلم لا يعترف بحدود جغرافية وسياسية قد اصطنعها لنا أعداء الله. وإنما أي مسلم يشتكي في الدنا هو أخي. لو مسلم اشتكى في الصين هو أخي، لو مسلم بكى في الهند فهو أخي. كل المسلمين إخواننا، نهب لنجدتهم. فكيف لو كان هذا المسلم يستغيث في مصر رسول الله؟ كيف ولو كان الذي يستغيث هو المسجد الأقصى، مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أحباب، القضية ليست قضية جنسية، القضية ليست قضية من أنا وإلى من أنتمي وما هي دولتي. أي القضية قضية فلسطين ليست قضية سياسية، ليست قضية سياسية، هذه قضية دينية، قضية دينية تهم كل مسلم على